أفاد مفد التلفزيون المصري بسيطرة مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع القوات المسلحة على الاشتباكات التي وقعت بين الأهالي والإخوان بمحيط مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، والتي أسفرت عن سقوط 4 قتلى وإصابة عديدة. ولمتابعة تطورات الموقف ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية. ماذا عن هذه الاشتباكات، وهل هناك من محصلة دقيقة لسقوط الضحايا والمصابين في هذه الاشتباكات؟ مساء الخير. مساء الخير. وحضرتك بالنسبه لمديريه امن اسكندريه، النهارده كان في مناوشات ما بين الاخوان والمؤيدين في منطقه القائد ابراهيم، وكانت اسفرت عن 4 قتلى ومجموعه من المصابين. انتقلنا مع القوات المسلحه ومع دلوقتي حتى حضرتك نعم. وانا معايا السيد اركان حرب المنطقه العسكريه وقوات الامن المركزي وقوات المباحث وقوات النظام. من هذا التوقيت حتى الان واحنا في الشارع بننشط المنطقه جميعها لضبط اي حد معاه اي اسلحه او اي حاجه تخل بالامن العام، وبنتابع برضه تنفيذ تعليمات حظر التجول، وجميع القوات موجوده والحاله هادئه تماما الحمد لله حتى الان، واحنا كلنا موجودين في الشارع والقوات المسلحه والامن المركزي كله بالتعاون والتنسيق مع بعض. إذن عاد الأمن إلى الإسكندرية، ولكن هل هناك محصلة دقيقة لمن سقطوا من ضحايا وإصابات؟ هو حتى الان كان 4 قتلى وفي حوالي 20 مصاب، منهم عمل في بعض الاصابات وخرج، وفي مجموعه لسه بيتم عمل العلاج ليها في المستشفيات. انما الحاله الان هادئه واحنا موجودين في الشوارع دلوقتي كلها، وبيتم برضه تنفيذ تعليمات الحظر التجول. يعني سيادة اللواء، ربما من اتصالاتنا الهاتفية في محافظات عدة الوجود الأمني في هذه المحافظات تكاد تكون غائبة. ماذا عن محافظة الإسكندرية وماذا عن الوجود الأمني بها وأيضا تطبيق حظر التجوال؟ الحمد لله احنا الامن موجود عندنا في اسكندريه وموجود على مدار اليوم، وتامين كافه المنشات الهامه والحيويه والمنشات الشرطيه وفي مناطق التجمعات، والاقوال الامنيه معموله في كافه انحاء المحافظه، وبيتم المرور والتمشيط وضبط كل ما سيقل بالامن العام. والحقيقه القوات المسلحه في تنسيق دائم ما بيننا وبينهم، والساده القاده موجودين معانا. وحضرتك لو بقول لحضرتك بتكلميني دلوقتي ومعانا الساده قاده القوات المسلحه والامن المركزي، واحنا في الشارع اهو بقى لنا حوالي 4-5 ساعات بنلف بتمشيط عشان لو في اي حاجه يتم ضبطها، ونتابع تنفيذ تعليمات الحظر. انما حتى الان هدوء الحاله الحمد لله، وبيتم ضبط بعض العناصر اللي هي ارتكبت المخالفات او ارتكبت من الإسكندرية. شكرا جزيلا لك.